علينا نلتفت إلى هذا الجانب، أننا بأمانة وبذمة وبعهدة وبرغبة بالعامية إمام كجده صلى الله عليه وآله حريص عليه، فهذا يزيدكم اطمئنانا، يزيدكم سكينة، أنتم أيها الموالون أيها الأتباع لأهل البيت سلام الله عليهم، أنكم بعهدة إمام حريص عليكم. وهذه حينئذ سنكتشف ثمرة أخرى، فائدة أخرى من ثمرات وجود الإمام رغم غيبته. قد نسأل ما هي فوائده وهو غائب؟ لا، فوائد عديدة لا تدركونها أحدها هذا. يكفي أننا نشعر بأننا بعهدة بذمة بكفالة برعاية وارث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم حريص عليكم. خلاص إذا نام رغد كما يقال بالمثل، لأنك بكفالة شخص موصوف بهذه الأوصاف، ولم تكن في انتظاره عليه السلام وترقب ظهوره إلا هذه الفائدة لكفى. وقد عبر هو عليه السلام في رسالته إلى الشيخ المفيد، عبر عن هذا الحرص الذي يتصف به، قال إنا غير مهملين لمراعاتكم. لاحظ صور ومظاهر الحرص، ولا ناسين لذكركم. لا تتصورون هذا أبدا. ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء.